عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا كنت نايم زين. البارح قعدونا خابرونا خطايا الولد والبنات خابرونا، قالوا لنا على بلم دا يغرق. الحمد لله اتصلنا بخفر سواحل وتم الإنقاذ، كانت وياهم مرة حامل. هاي شغلة ثانية، أكو ولد مواليده 1996 طبعا، كان عايش هنا هو، طالع من يوم 11 تقريبا، من يوم 11 طالع بيخت من اسطنبول. هو الشخص معاه 65 واحد تقريبا. طبعا امه قلبها مفرفح عليه، حاجتني خطية المرة. مهرب ما يجاوب عليها، تحكي وياه 3 ايام 4 يحكي وياها من ورا خشمه. المهم البارحة اخذت رقم المهرب وخابرته. زين، قال لي انا ابن اختي وياهم واني حالي من حالك، وطالعين تقريبا ضالين 15 ساعة تقريبا بالبحر، ونازلين على اساس على جزيرة عسكرية. قلت له هل يا ترى هو كم واحد وياه 65؟ يا ترى ما حد خابرك ونطاك خبر من 65 قايل لك احنا وصلنا؟ طالعين من يوم 11 لحد هسه ماكو. زين، امه خطيه يعني، امه قلبها مفرفح وما عندها بس هذا الولد. زين، انا ما راح اقول اسمه ولا راح انشر صورته، بس دا انتظر خبر المهرب. اذا ماكو اخبار عنه راح انشر صورته، راح انشر خبره. زين، فاني قلت لها بلغي والله عمامه، قلت لها حتى تتصلون بهذا المهرب. زين، هاي شغلة الأخ. اكو ناس دا يجوني بالخاص يقولوا لي طلعنا. أنا حبيبي أنا ما أتحمل مسؤوليتك. أنا أدري إنه جماعتي كلهم وقرايبي كلهم راحوا ويا شخص مهرب وكلهم وصلوا، بس أنا يا حبيبي أنا ما لي شغل بهالسوالف. أنا مجرد ننقذ الناس ونتصل بخفر السواحل، أنا مجرد فاعل خير. زين، فأنا ما أتحمل مسؤوليتك، لأن بعدين أهلك يجون يقلبون علي الدنيا، فأنا ما لي شغل بهالسوالف. زين، هاي شغلة الأخ. بعد 3 أسابيع طبعا هاي الأشياء كلها تنسد أنا باعتقادي، ومثل ما قلت لك حاليا أطلع لأن الأجواء بعدها شوية زينة. زين، وما لك شغل بحد. أنا جماعتي البارحة وصلوا لليونان 4 تقريبا. زين، فورا ال3 أسابيع ورا ال4 أسابيع البحر راح يصير مثل المجنون. تعرف شنو مثل المجنون؟ يعني 10 دقائق هادئ، 10 دقائق الهواء عالي، يعني طير لك الموج كله. زين، فالبحر راح يصير مثل مجنون. فاطلع هسه ولحق يا اخوي، واطلع لك ويا مهرب مضبوط، وما عليك بالعالم وما عليك بالناس وش يقولون ما يقولون، لان هاي كلمة لي يقولون راح تدوخك. ماشي، فاطلع وتوكل والحمد لله ان شاء الله توصل بالسلامة. واحنا موجودين بالمرصاد طبعا، قلت مثل ما قلت لك قبل لا تطلع دز الموقع مالتك. السلام عليكم.